السلام عليكم يا شباب، واهلا بيكم في فيديو جديد. الفيديو ده هيكون اول جزء من سلسلة ال UX Design Process او تصميم تجربة المستخدم. أم، الفيديوهات دي هتكون في سلسلة لان احنا هنطبق الخطوات اللي بنتبعها في تصميم تجربة المستخدم على كيس ستادي او مشكلة معينة بتواجه كلاينت، هيكون ليها مثال معانا في سلسلة الفيديوهات بتاعتنا، بحيث إن إحنا نقدر نطبّق الخطوات دي في حل المشكلة اللي بتواجه الclient اللي معانا في السلسلة اللي إحنا هنبتدي فيها النهارده إن شاء الله. طيب الUX design process هي ليها كذا approach أو ليها طرق كتير ممكن إن إحنا نوصل بيها لنفس الهدف بتاعنا، ويعني مهما اختلفت الطرق أو المسميات، هي في الآخر الهدف من ورا الUX design process إن إحنا يعني نحسّن من تجربة المستخدم أكبر قدر ممكن، نسهّل حياة الusers، نعرف إيه المشاكل اللي الusers بيواجهوها، ونحاول إن إحنا نقدّم منتج بيقدّم قيمة ممتازة جدًا، وبيخلّي الuser يوصل للي هو عايزه في منتهى السهولة وبأسرع وقت ممكن. طيب قدّامنا دلوقتي هنشوف إيه الخطوات اللي إحنا هنتّبعها في السلسلة بتاعتنا، تعالوا بينا نشوف كده مع بعض سريعًا كده نمُر عليهم. طيب أول حاجة عندي هي الdefine من وجهة نظر الclient، ولو بصينا دلوقتي هنلاقي إن في define من وجهة نظر الclient أو من الclient's perspective يعني، وفي عندي برضه من وجهة نظر الuser. هنعرف الفرق بينهم دلوقتي، ولكن أول واحدة خالص اللي هي define من وجهة نظر الclient، دي المشكلة اللي بتواجه الclient أو بتواجه الbusiness بتاعه. دي أنا باعرفها من خلال الmeeting اللي أنا باعمله معاه. أنا دلوقتي عملت meeting معاه أنا والteam بتاعي، وقعدنا مع الclient ده وفهمنا منه إيه المشكلة اللي بتواجه الbusiness بتاعه، وإيه الrequirements اللي هو محتاجها، وإيه الأهداف اللي هو عايز يوصل لها. طيب الresearch والempathize دي من أهم الخطوات، لأن دي الخطوة المتعلقة بالusers أو بمعرفة المشاكل اللي بتواجه الusers. وفي الخطوة دي إحنا بنعمل research عشان نفهم إيه هي المشاكل أو الpain points اللي بتواجه الusers، وطبعًا في طرق مختلفة نقدر إن إحنا نعمل بيها الresearch ده. أول حاجة عندي الuser interviews، ممكن أعمل meetings كده مع الusers وأقعد معاهم وأفهم بالضبط كده إيه هي المشاكل اللي ممكن تواجههم، إيه هي الحاجات اللي ممكن تكون موجودة في المنتج ده تحسّن كتير من تجربة استخدامهم، وتسرّع من وقت إنجازهم للمهام اللي هم حابين إن هم ينجزوها على المنتج بتاعنا. طبعًا هنتكلم عن الحاجات دي بالتفصيل لمّا نوصل للفيديوهات بتاعتها، ولكن تعالوا يعني هنمُر عليها سريعًا كده. في تاني حاجة معايا الsurveys أو الاستبيانات، يعني دي بتبقى مجرد forms كده بيبقى فيها بعض الأسئلة اللي أنا باسألها للusers، وبرضه باسأل الأسئلة دي بغرض إن أنا أجمّع منهم أكبر قدر من الdata اللي تقدر تخلّيني إن أنا أوصل للpain points والمشاكل اللي بتواجههم في المنتج بتاعي، وإزاي إن أنا أحسّن بشكل كبير من تجربة استخدامهم. ويُفضّل في الsurveys إن أنا أسيب الأسئلة مفتوحة، ما تبقاش الأسئلة اللي هي yes or no questions، عشان كل ما كانت أسئلة مفتوحة كل أمّا يعني هيكتبوا حاجات أكتر ويدّوني data أكتر، هتساعدني بشكل أكبر في إن أنا أفهم يعني إيه المشاكل اللي بتواجههم، بعكس لو كانت الأسئلة مقفولة كده ومُحددة أوي، مش هيبقى في الdata الكفاية إن أنا أقدر أفهم بيها هُم بيستخدموا الapplication إزاي أو المنتج بتاعي إزاي، وأقدر أحدد المشاكل اللي بتواجههم من خلال الأسئلة. تالت حاجة معايا هي الanalytical tools أو الquantitative data أو الinsights اللي باجمّعها من الanalytical tools. quantitative دي معناها الحاجات الرقمية يعني percentages مثلًا كمثال. هاقول لكم دلوقتي الanalytical tools دي بتبقى عبارة عن tools أو applications بتتربط بالمنتج بتاعي أو website application أو أيًا كان، وبتعمل زي tracking كده للsessions بتاعة الusers على المنتج بتاعي، يعني زي ما تقول كده بتسجل الbehavior أو الinteractions بتاعة الusers على المنتج بتاعي. فأنا أقدر أعرف الusers قعدوا قد إيه مثلًا على الصفحات بتاعتي، أقدر أعرف من خلال مثلًا heat maps. ساعات بيبقى في heat maps كده بألوان كده معيّنة، كل أمّا زادت حدة اللون مثلًا للأحمر، أعرف إن الuser جِه عند الfunction دي مثلًا كتير، في functions مثلًا مهملة الuser ما جاش عندها، فأقدر إن أنا أفهم إن الuser ما جاش هنا، فأعرف إن في مشكلة، فبالتالي أفضل research عشان أعرف أحل المشكلة دي وهكذا. طبعًا analytical tools ليها مهام كتير ووظايف كتير نقدر إن إحنا نستفيد منها، لكن إن شاء الله لمّا نيجي لها نقدر إن إحنا نعرف عنها معلومات أكتر. رابع حاجة معايا الcompetitive analysis، ودي زي
تحليل كده للcompetition أو المنافسة اللي موجودة عندي في الmarket، بحيث إن أنا أعرف إيه الbest practices مثلًا لfunctions معيّنة. لو أنا عايز أعمل function معيّنة في المنتج بتاعي، أقدر إن أنا بالcompetition analysis أو الcompetitive analysis أعرف الfunction دي إيه المتعارف عليها أو إيه الحاجة العامة اللي الناس متعودة عليها، بحيث إن أنا مثلًا ما أقدرش أعمل حاجة مختلفة أوي الuser ييجي يستخدمها عندي يحس إن في حاجة غريبة، فبيبقى confused شوية، فممكن يسيب الapplication بتاعي ويروح للcompetition بسبب حركة زي كده. تالت حاجة معايا هي الdefine من وجهة نظر الuser. أنا بعد ما باخلّص الresearch بتاعي بقى وأطلّع كل الdata بتاعتي من الinterviews بقى والكلام اللي إحنا اتكلّمنا عليه ده كلّه، أو أيًا كان الطرق اللي إحنا اتبعناها في الresearch، بابتدي بقى إن أنا أطلّع المشاكل اللي واجهت الuser أو اللي بتواجه الusers في points معيّنة، وبعد كده في الخطوة اللي بعدها في الideate باقعد أعمل brainstorming، باجمّع كده بقى الteam بتاعي، سواء بقى أنا الUX designer الوحيد في الteam أو لأ. يعني أنا مثلًا لو معايا team فيه front end business analyst أيًا كان، marketeer أيًا كان، باجمّع الteam بتاعي وأعرض عليهم كل الحاجات اللي إحنا أو الdata اللي إحنا طلعنا بيها من الusers والمشاكل اللي بتواجههم، ونقدر إن إحنا نقعد نجمّع أفكار من بعض كده لحد أمّا نوصل لأفكار فعّالة نقدر إن إحنا نحل بيها المشاكل المستخدمين بيواجهوها في المنتج بتاعنا. عندي بعد كده في الprototype. الprototype ممكن نعمله بكذا طريقة، يعني على حسب الوقت بقى اللي معانا، على حسب الstakeholders طالبين إيه. يعني ممكن مثلًا في stakeholders ممكن ما يبقوش مبدئيًا كده الprototyping ممكن يبقى مثلًا بlow fidelity wireframes أو sketches مثلًا بسيطة كده، يا دوبك بس عشان الناس تعرف تتخيل شكل الحاجة هيبقى عامل إزاي، أو شكل الpages أو الapplication هيبقى عامل إزاي، أو المنتج بتاعي، بحيث إن أنا أقدر أtest الfunctionality بتاعته، أو أقدر أtest التجربة بتاعته مع users فعليين. ودي الخطوة اللي بعدها اللي هي test and iterate. بعد ما باخلّص سواء عملت low fidelity wireframes high fidelity wireframes، عملت UI عملت آسف visual mockups، عملت interactive prototype، أيًا كان اللي أنا عملته بالطريقة. وطبعًا كل ده هنعرفه برضه لمّا نيجي الخطوة بعينها، هنعرف تفاصيل أكتر عنها. فأيًا كان اللي أنا باعمله أنا باتست مع الusers بقى، وباشوف هل فعلًا المشاكل اتحلت وهُم بالنسبة لهم الموضوع بقى satisfactory، وأقدر إن أنا بعد كده أعمل final design، والّا لأ هيبقى في مشاكل آخد منهم feedback إن لأ في مشاكل في بعض النقاط. بالتالي أعمل بقى الخطوة اللي هي بتاعة الiterate أو الiterations، ودي إن أنا based على الfeedback اللي أنا خدته ده باعدّل بقى في أيًا كان بقى الprototype اللي أنا عملته ده بأيًا كانت الطريقة، سواء low fidelity high fidelity أو الحاجات اللي إحنا اتكلمنا عليها. بابتدي إن أنا أعدّل based على الfeedback ده، بحيث إن أنا أتلاشى المشاكل دي وأحل المشاكل اللي طلعت في الfeedback ده. وبعد كده برضه أtest تاني، لو الدنيا تمام بعد كده بابتدي بقى أlaunch. طبعًا بعد أمّا باlaunch باربط بقى الwebsite بتاعي بanalytical tools زي ما قُلنا، وبرضه باستفيد من أي feedback ممكن ييجي لي من الusers، لإن أنا باسيب بعض الحتت اللي ممكن الuser يسيب فيها الfeedback بتاعه، لو في أي مشكلة bug أو أي حاجة ممكن إن هو يreport المشكلة دي. فحتى بعد ما إحنا بنخلّص وبنعمل launch للproduct، طبعًا إحنا بنفضل بصفة مستمرة في تطوير وتحسين من تجربة المستخدم، ما بنقفش خالص بعد ما بنعمل launch. بس كده دي الطرق هنتبعها إن شاء الله في تصميم تجربة المستخدم في السلسلة بتاعتنا. وتعالوا بقى نبتدي في موضوع الجزء الأول من السلسلة. طبعًا زي ما قُلنا إحنا هنتكلم عن أول خطوة خالص اللي هي الdefine من الclient's perspective. عندي دلوقتي أنا عملت meeting مع الclient، سألته شوية أسئلة. آمم، عايزين نبقى نعمل فيديو كده عن الأسئلة اللي بنسألها للclients بتاعتنا في الmeetings. أعتقد إن ده هيبقى فيديو برضه مهم إن إحنا نعرف إزاي نطلّع من الclient أكبر قدر من الdata ممكنة، لإن ده هيساعدني بشكل كبير في شغلي في تصميم تجربة المستخدم. طيب دلوقتي دي الأسئلة اللي أنا سألتها للclient بالإجابات بتاعتها، هنمُر عليهم سريعًا كده. أنا قُلت له في الأول خالص: أنت تقدر تقول لي إيه المشاكل اللي بيواجهها الbusiness بتاعك؟ هو قال لي والله إن هو e-commerce product، والmain challenge بالنسبة له إن في significant number of users بيabandon الshopping carts قبل ما بيعملوا check out أو الpurchases. يعني هو قبل ما بيعملوا check out بيسيبوا الitems بتاعتهم في الcart وخلاص كده، ما بيكملوش الprocess للآخر. فالسؤال التاني: إيه هي الgoals اللي أنت عايز تعملها achievement يعني في الe-commerce product بتاعك؟ هو بيقول إن هو عايز يenhance user experience ويقلل طبعًا من الusers اللي بيسيبوا الcarts بتاعتهم فيها الitems من غير ما يعملوا الcheck out. تالت سؤال: أنت
جالك اي فيدباك من اليوزرز عن الاكسبيرينس بتاعتهم في الويب سايت بتاعك او المنتج بتاعك، والله هو بيقول ان هو عمل كولكشن لجنرال فيدباك ان في difficulties اليوزرز بيواجهوها او صعوبات اليوزرز بيواجهوها، ولكن هو يعني ما كانش عنده وقت مثلا، او هم ما عملوش اي analyzation او ما حللوش الفيدباك اللي طلع لهم ده بالتفصيل عشان يعرفوا ايه البين بوينتس بالتفصيل اللي بتواجه اليوزرز. رابع سؤال، هل انت بتجاذر وبتانلايز اليوزر فيدباك او البيهيفير على الويب سايت بتاعك؟ هو بيقول ان هو بيجاذر الفيدباك ثرو كاستمر سيرفيز وبيمونيتور برضه باناليتيكال تولز، لكن هو ما عملش الاناليزيشن الكافي اللي يقدر يفهم بيه ايه المشاكل اللي بتواجه اليوزرز. ده طبعا هيبقى دورنا في السلسله دي. طيب اخر سؤال، ايه هي الاسبيكتس اللي بتخلي اليوزر جيرني يعني ممكن فيها بعض المشاكل او بتاثر على الساتسفاكشن بتاع اليوزر؟ هو قال ان هو عنده بعض النظريات، ولكن هو مش متأكد ايه بالظبط الحاجة اللي يعني هو كل الكلام عايم كده وهو مش فاهم حاجة قوي يعني. وده طبعا هيبقى يعني الهدف بتاعنا ان احنا نوصل بالداتا بتاعتنا للمشاكل اللي بيواجهها اليوزر، ونحاول ان شاء الله نحلها على مدار السلسلة دي. طيب البيزنس نيدز او الريكويرمنتس بقى اللي هو الكلاينت عايزنا مننا، ان احنا يعني هنعمل ديتيلد اناليسيس بقى على التشيك اوت بروسيس، هنفهم بالظبط ايه البين بوينتس اللي بتخلي التشيك اوت بروسيس ما تحصلش واليوزر يسيب الكارت بتاعته فيها الايتمز بس. We provide actionable insights and recommendations to enhance user experience and increase conversion rates. هو عايز ينكريز طبعا الكونفرجن ريت ويحسن بتجربة الاستخدام بتاعة المنتج بتاعه. وطبعا ده هيحصل باستخدام برضو ارقام وداتا، وهيبقى يفضل طبعا ان احنا كل ما نبقى في ميتنج مع الكلاينت عشان نناقش البروجرس اللي بيحصل يبقى معانا دايما ارقام وداتا، عشان يبقى الشغل بتاعنا مش قائم على اهواء شخصيه، لا هو قائم على داتا بتطلع من يوزرز فعليين ومن شغل فعلي على ارض الواقع، يخلي او يدعم الحلول اللي انت بتقدمها قصاد الكلاينت، ويبقى عارف ان انت فاهم وفعلا الحلول هتبقى فعاله وهتأدي ان البيزنس ده يبقى البرفورمانس بتاعه افضل بكتير. طيب التارجت اودينس، انا دلوقتي خدت تارجت اودينس مبسط جدا من العميل او الكلاينت بتاعي. دلوقتي هو قال ان هو عنده الاودينس بتاعه ايجينج من 25 ل 50 سنه، الجندر بتاعهم both male and female، اللوكيشن بتاعهم في كاليفورنيا، الانكم ليفل يعني مختلف، في اختلافات variations يعني including مثلا في الهاي انكم والميدل واللور كلاس، يعني كل الطبقات عنده موجوده في الانكم ليفل في الاودينس بتاعه. والاديوكيشنال ليفل برضو يعني نفس الكلام، في اختلافات من اول الثانويه العامه وانت طالع لحد الادفانسد ديجريز. فده شيء لطيف برضو يعني. في حاجه هو احنا هنبتدي بيها الديموغرافيكس بتاعت الاودينس، لكن احنا طبعا هنطلع تفاصيل اكتر عن الاودينس لما نيجي نشتغل في اليوزر ريسيرش ان شاء الله في الفيديو اللي جاي. طيب الكلاينت ادانا سكرينز للتشيك اوت بروسيس بتاعته، تعالوا نبص عليها سريعا كده قبل ما ننهي الفيديو بتاعنا. دي اول خطوه من خطوات التشيك اوت بروسيس بتاعته، فيها الشيبنج ادرس، وبعد كده في خطوه تانية بنختار منها الشيبنج ميثود. وانا يعني عن قصد خليت شكل الديزاين حلو علشان بس اوصل ان هو يعني مش دي الحاجه الاساسيه. هو ممكن يكون في شكل ديزاين حلو، ولكن هو في مشكله كبيره، اليوزرز مش حابين ان هم يستخدموه مثلا وبيروحوا الكومبيتيشن بسبب ان هو unusable، يعني تجربه استخدامه مش افضل حاجه. فاليوزر بالنسبه له لو هو شكله يعني نص نص بس تجربه الاستخدام ممتازه فيه، خلاص هو مش عايز حاجه شكلها حلو، عايز حاجه اللي تنجزه وتخلي حياته اسهل مش اكتر. فبرضو دي يعني حبيت برضو الفت نظركم ليها. وطبعا ده مش معناه ان احنا ما نخليش حاجه شكلها حلو، هنتكلم عن الموضوع ده يعني بتفاصيل اكتر ان شاء الله في الفيديوهات اللي جايه. طيب دي الشيبنج ميثود، وبعد كده في البيمنت ميثود بقى نقدر نختار البيمنت ميثود والديسكاونت كودز لو في ديسكاونت كود، وفي الاخر خالص في الاوردر ريفيو والبيلينج سمري، ويقدر ان هو يعمل بليس للاوردر. طبعا مش هنتكلم عن اي مشاكل بقى دلوقتي في الديزاينز، ولكن
في الفيديوهات اللي جاية إن شاء الله هنحسّن بشكل كبير جدًا، جدًا، جدًا تجربة الاستخدام على الscreens اللي إحنا شُفناها دي دلوقتي، وهنحسّن إن شاء الله المنتج ده بشكل كبير أو المشكلة دي بشكل كبير. وبالنسبة للdesigns أنا بصراحة أنا ما عملتهاش، أنا بس مجرّد عملت الزراير بس، أنا جايبها من file على الcommunity اسمه checkout UI kit لو أنتم عايزين برضه تبقوا تبُصّوا عليه في أي وقت ما فيش مشكلة خالص. بس كده، وبكده نكون خلّصنا أول فيديو في السلسلة بتاعتنا. أنا طبعًا متحمّس جدًا إن إحنا نعمل السلسلة دي، شايف إن هي بصراحة إن شاء الله ممكن تفيدنا بشكل كبير، لإن هيبقى الكلام فيه تطبيق عملي كتير، مش هيبقى مجرّد بس إن إحنا بنعرف إيه هي الخطوات اللي ممكن نتّبعها في تصميم تجربة الاستخدام. لو عجبكم الفيديو ممكن تعملوا لايك وشير، ولو مش عاملين سبسكرايب للchannel وحابين إن أنتم تشوفوا فيديوهات أكتر أو تتابعوا باقي السلسلة بتاعة الUX design process ممكن تعملوا سبسكرايب للchannel. أتمنى يكون الفيديو عجبكم، وأتمنى تكونوا متحمسين زيي إن أنتم تشوفوا الفيديوهات اللي جاية أو باقي السلسلة. إن شاء الله أشوفكم في فيديو جديد، والسلام عليكم.